كثير من مرضانا من يجي شهر رمضان المبارك يظلون يتساءلون: أنا أجريت عملية مي أبيض، أنا أجريت عملية تصحيح نظر بالليزر، أنا أجريت عملية فيمتوسمايل، أنا أجريت عملية حول مثلا، العلاج شلون أستخدمه؟ العلاج ممكن يفطر ولا ما يفطر؟ هل أستمر أخذ علاجاتي؟ أخذ العلاج قبل الفطور أو أخذ العلاج أثناء الصيام عفوا؟ وهل الصيام يأثر على نتائج العملية ولا لا؟ كل هاي الأسئلة راح نجاوب لكم إياها بلطف وعناية. بالنسبة لعمليات المي الأبيض ممكن يجريها المريض قبل شهر رمضان المبارك أو حتى خلال شهر رمضان المبارك وماكو أي إشكال عليه. بالنسبة لعمليات تصحيح النظر بالليزر أو الفيمتوسمايل أو غيرها من عمليات تصحيح النظر وعمليات العيون الأخرى كذلك ماكو أي تأثير بالصيام على نتائج العملية إذا كان المريض ملتزم بالتعليمات اللي يقدم لها طبيبه والعلاجات اللي يوصف لها لما بعد العملية. الشيء الآخر بالنسبة للعلاجات الطبية، يعني القطرات اللي يستخدمها المريض، هذه القطرات بإجماع الفقهاء ما راح تؤدي إلى فقدان الصوم أو إبطال الصوم، حتى إذا حسينا بالقطرة وصلت للبلعوم أو حسيناها بالأنف أو حسيناها بالفم، كلها ماكو إشكال من يستخدمها أثناء شهر رمضان المبارك، لأن ما راح تؤدي إلى إبطال الصوم أو الإفطار. ونتمنى لكم الصحة والسلامة الدائمة. الأستاذ الدكتور زيد يوسف شكر.